تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض سمك مشوي كده هيعجبك قوي ومن غير ما ندخن البيت ولا كأننا شوينا. يلا بينا نخش على الطريق. انا هنا جبت سمك بولتي كده ويكون مليان، يعني حوالي 400 جرام، نص كيلو، عشان لما تيجي تاكلي كده السمكية تلاقي فيها لحم، عشان لو صغيرة هتنشف. الصغيرة دي خليها للقلي. خلاص، ومقفول كده، انا مش هعمله مفتوح. غسلته طبعا حلو قوي. وهنا السمك مندي، لازم يبقى مندي عشان لما اجي احطه في الردة تمسك فيها كده. لو السمكية ناشفة هتنطر الردة من عليها، فلازم يبقى مندي سنة كده. واغلفه حلو قوي بالردة. خلاص، انا هنا جبت بقى صينية وغلفتها حلو بالفويل، علشان ولا تلزق ولا تتعبني في المواعين. اشيل الفويل خلاص الدنيا هتبقى مظبوطة. خلاص، عملت بقى السمك في الردة كده زي ما انتوا شايفين، وهدخله بقى تحت الشواية، اقرب حاجة للشواية. هنعمل بقى الدقة بتاعتها. دول معلقتين من التوم مضروبين بفلفل الوان او فلفل رومي اللي يعجبك. هنزل عليهم بخل كده، حوالي 3-4 معالق من الخل، وليمونتين، ومعلقة كبيرة من الملح. لازم التتبيلة دي تبقى حادقة علشان تدي طعم حلو للسمك. وكله بقى معالق صغيرة. بهارات سمك، فلفل اسود، كمون، كزبرة، نص معلقة من الشطة كده، لو عشان تبقى حلوة. هي مش هتبقى يعني مش هتبقى حراقة، بس هتدي تطعيمة حلوة قوي للسمك. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. وهننزل بكوباية، يعني كوبايتين كده من الحنفية، وكوباية مية مغلية، علشان تدوب معانا البهارات كده وتبقى حلوة. ونسيب بقى الكلام ده لغاية اما يبرد تماما. دي الدقة اللي هنسقي بيها السمك، لازم تدوقيها في اللحظة دي وتلاقيها حادقة، لازم، علشان السمكة مقفولة. فلما نيجي نحط على السمكة تبقى مظبوطة كده وتديكي طعم حلو قوي. خلاص، هنا السمك بقى اديته يعني استوى، اديته قلبته، اديته لونين يعني. هنجيب بقى بايركس نحط فيه حوالي كبشتين كده من الدقة دي، عشان لما اجي احط السمكة تشرب من تحت وتبقى متطعمة حلوة قوي. خلاص، هنحط بقى السمك. بصوا، انا يعتبر هنا قلبته على الناحية التانية لغاية اما استوى، يعني الناحية التانية مستوية اكتر كمان. خلاص، هديله برضو دقة من فوق، يبقى كده الدقة واصله له من تحت ومن فوق. تاخدي بقى تطعيمة سمك بجد تحفة، هتعجبك قوي. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. ولا احلى سمك هتجيبيه من بره هتعمليه بالطريقة دي، بجد تحفة جدا. خلاص، وهنا هنشيل بقى الفويل بمنتهى السهولة، ولا كأننا شوينا ولا عملنا اي حاجة. اهو بصوا السمك بقى تحفة، وكان طري جدا ومستوي وطعمه روعة. وعملنا بقى جنبه شوية سلطة كده ورز ابيض. بصوا استنى وافتح لكم السمكية، طرية بقى ومتطعمة وطعمها سكر.